البنت اللي قدامك في الصورة دي اسمها سماح، عندها 25 سنة. كانت بنت جميلة عايشة حياة هادية ومستقرة جدا مع أهلها، عاشت بتحلم بحبيبها اللي اتعرفت عليه وهي في الكلية، وإن هما يجمعهم بيت واحد بعد ما يتخرجوا. ولكن فجأة بيحصل حاجة يخلي حياتها تتقلب رأسا على عقب، والحاجة دي توصلها إن هي تعمل أبشع حاجة ممكن تتخيلها في حياتها. ترى سماح عملت إيه؟ وإيه اللي يخلي حياتها تتحول لجحيم فجأة كده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج الحكايه ببساطه. الحكاية بدأت في حي عابدين في القاهرة. سماح كانت عايشة مع أسرتها، كانت بتدرس في كلية الحاسب الآلي في جامعة عين شمس، وهي في الكلية اتعرفت على زميل ليها اسمه سليم. سليم كان في نفس الدفعة بتاعتها، ولحسن الحظ انه كان ساكن في باب اللوق. طبعا بما ان باب اللوق قريبة من حي عابدين، فكانوا الاتنين بيتقابلوا كل يوم الصبح وكانوا بيروحوا الكلية مع بعض. فمع الوقت اتحولت الصداقة اللي كانت بين سماح وسليم اتحولت لقصة حب، وابتدوا ان هم يوعدوا بعض على الجواز بعد ما يخلصوا الكلية. ولكن للأسف مش كل اللي بنحلم بيه وبنتمناه بيتحقق زي ما هو، لأنهم باختصار بعد ما اتخرجوا من الكلية للأسف سليم ما قدرش ان هو ياخد الخطوة دي، لأنه لسه كان شاب في بداية حياته وكان لسه ما كونش نفسه، ولا كان عنده شقة ولا استقر في شغل ولا كان أي حاجة. سليم لما شاف ان الدنيا خبطت في وشه كده قرر انه يتنازل عن حب حياته ويسيبها تكمل مستقبلها وتشوف حياتها مع حد علشان ما يفضلش رابطها جنبه. تمر الايام وتمر الشهور لحد ما في يوم من الايام يتقدم لسماح واحد اسمه فاروق. فاروق كان عنده 33 سنة، وفي الوقت ده كان بيشتغل مدير في قرية سياحية في شرم الشيخ. فاروق كان جاهز من مجاميعه زي ما بيقول، كان عنده الشقة وكان عنده العربية وكان عنده رصيد في البنك، ما كانش ناقصه وقتها غير بنت الحلال اللي تكمل وتعيش معاه حياته. فاروق كان بالنسبة لأي بنت في الوقت ده عريس لقطة ما يتعوض، ومن المستحيل ان اي بنت ترفضه، لانه كان شاب محترم وقادر ان هو يفتح بيت وقادر ان هو يتحمل مسؤولية بيت وجواز. وفعلا سماح توافق على فاروق، وفي خلال كام شهر يتكتب كتابهم ويتجوزوا ويسافروا على شرم الشيخ علشان يقضوا هناك شهر العسل. قعدوا مع بعض الشهر كله هناك لحد ما الشهر خلص، وبعد ما الشهر خلص سماح رجعت تاني علشان تقعد مع اهلها، لان فاروق كان بحكم شغله ان هو دايما بيسافر وبينزل كل 3 شهور، فكان بيخاف عليها ان هي تقعد في الشقة لوحدها، فطلب منها ان هي تقعد مع اهلها طول الفترة اللي هو مسافر فيها، ولما ينزل يقعدوا مع بعض في شقته. بالرغم من ان فاروق كان زوج كويس جدا، الا ان سماح كانت عندها دايما شعور بالملل وحاسة ان في حاجة ناقصة في حياتها، وكانت دايما على طول بتفكر في سليم وما كانتش قادرة ان هي تنساه، لان سليم باختصار كان حبها الاول واول حد دخل حياتها. ابتدى الشيطان يلعب في دماغ سماح. ابتدت سماح كل يوم تنزل من البيت وتتمشى في شوارع عابدين وفي شوارع باب اللوق، وتروح الاماكن اللي كانوا بيتقابلوا فيها ايام الكليه، على امل ان هي تشوف سليم وتقابله حتى لو مره واحده بالصدفه. وهنا بتحصل المفاجاه، بتقابل سليم في الشارع وهي ماشيه. طبعا سماح وقفت سلمت عليه وهي ملهوفه عليه جدا، ابتدت ان هي تطمن عليه وتساله عن احواله اللي هو عايش فيها الايام دي. سليم بنبره حزينه يقول لها والله يا سماح الاحوال مش ولا بد اليومين دول، والدنيا مش احسن حاجه، لان انا لسه لحد دلوقتي مش لاقي شغل ولسه الدنيا معايا مش متظبطه. فبعد كده سماح ادته رقم التليفون بتاعها وقالت له خلي الرقم الجديد ده معاك علشان نتواصل مع بعض، ولو احتجت حاجه في اي وقت ابقى كلمني. ومن ساعتها سماح تفضل مقضياها في التليفون كل يوم مع سليم لحد ما العلاقه ما بينهم اتطورت، وابتدوا ان هم يتقابلوا مع بعض في اماكن عامه. وكانت سماح هي اللي بتصرف عليه لان ظروف سليم في الوقت ده ما كانتش احسن حاجه زي ما قلت له. ابتدى سليم ان هو يطلب منها مبالغ كبيره، وسماح كانت بتديله كل اللي هو عايزه من فلوس فاروق جوزها. وفي يوم من الايام سليم طلب منها ان هم يتقابلوا في شقتها، لحد ما حصل ما بينهم علاقه اكتر من مره. تمر الايام وتمر الشهور، وسماح تحس بتأنيب الضمير ناحيه جوزها، خصوصا انه ما كانش مخليها محتاجه اي حاجه، وتقرر ان هي تبعد فجاه عن حياه سليم. ففي يوم من الايام اتصلت بسليم قالت
وقالت له انا مش عايز اشوفك تاني، ولو سمحت تبعد عني علشان جوزي لو عرف هيحصل مشاكل. الحمد لله ان لحد دلوقتي مفيش حد عرف حاجه، ولكن لو عرف حياتي هتتدمر وكل حاجه في حياتي هتبوظ، فلو سمحت يا سليم ابعد عني وانسى ان احنا كنا نعرف بعض في يوم من الايام. طبعا سليم ما كانش عاجبه الكلام، ابتدى ان هو يهددها بالمحادثات اللي كانت ما بينهم على الواتس والصور اللي كانوا بيبعتوها لبعض، وطلب منها مبلغ كبير وقال لها لازم تتصرفي لي في الفلوس دي. ولما سماح اعترضت وما رضتش ان هي تديله حاجه، سليم هددها ان هو هيفضحها وهيخلي سيرتها على كل لسان. ومن اللحظه دي سماح تقرر ان هي لازم تنتقم من سليم، لان هي فعلا حبته من كل قلبها، ولكن سليم كان طمعان فيها وعمره ما حبها. سماح ابتدت تجاريه في الكلام وتقول له ان هي موافقه ان هي تديله الفلوس اللي هو عايزها، وطلبت منه ان هو يقابلها في شقتها علشان تديله الفلوس. فعلا يوصل سليم للشقه، تكون سماح مجهزه له اكله كوارع محترم، ولكن اللي سليم ما كانش يعرفه ان سماح كانت حاطه له في الاكل منوم كتير جدا. وبعد ما سليم كل الكوارع فقد الوعي ووقع على الارض. سماح جابت كرسي السفره وقعدته على الكرسي وربطته بالحبل جامد، وفضلت قاعده جنبه لحد ما فاق. واول ما فاق قالت له هو انت فاكر نفسك ان انت هتقدر تلعب بيا علشان حبيت؟ ما سابتش حته في جسمه سليمه وقطعت جسمه كله، لدرجه ان سليم فضل يصرخ بصوت عالي جدا من الالم، ولكن للاسف محدش كان سامع. في وسط كل ده سماح واقفه شمتانه فيه وبتضحك، وقالت له انا همشي وهسيبك لحد ما دمك يتصفى وتموت واحده واحده. وفعلا سماح تسيبه وتقفل عليه الشقه بالمفتاح وتمشي. بعد كام يوم الجيران ابتدوا ان هم يشموا ريحه حاجه معفنه طالعه من الشقه. حاولوا ان هم يتواصلوا مع سماح ولكن ما عرفوش، وكمان حاولوا ان هم يتواصلوا مع جوزها فاروق ولكن برضه ما عرفوش ان هم يوصلوا له، فقرروا ان هم يبلغوا الشرطه. طبعا لما الشرطه جت اقتحموا باب الشقه ودخل، لقوا سليم قاعد على الكرسي زي ما هو، والارض كلها من حواليه غرقانه دم. طبعا الشرطه استدعت سماح واستدعت فاروق من شرم الشيخ، وابتدوا ان هم يستجوبوهم هم الاثنين. لما استجوبوا سماح انكرت كل حاجه وقالت لهم ان هي ما تعرفش اي حاجه خالص عن الجثه، ولكن مع البحث والتفتيش ابتدوا ان هم يفتشوا هدوم سليم وتليفونه لحد ما لقوا معاه كارنيه الكليه اللي سماح كانت فيها، ولقوا على تليفونه رقم سماح وصورها معاه كل المحادثات اللي كانت ما بينهم. فلما واجهوا سماح بالكلام ده سماح طبعا انهارت، ابتدت ان هي تحكي للمحققين عن كل حاجه. الشرطه سلمت باقي جثه سليم لاهله، وسماح اتحال اوراقها للمفتي واتحكم عليها بالاعدام وتنفذ سنه 2016. طبعا سماح كانت تستاهل كل اللي حصل لها، وبرضه سليم كان يستاهل كل اللي حصل له، لان سماح هي اللي نزلت دورت عليه وهي متجوزه، وبرضه سليم تجاوب معاها وجراها في الكلام وعمل معاها كل اللي هي عايزاه. وفي الاخر عايز اقول لكم ان الشيطان لما بيتدخل ممكن يقلب الحياه الهاديه المستقره لجحيم، ويوصلك انك تعمل حاجات ممكن تنهي حياتك في غمضه عين.